اولادك جايين من المدرسة ومش عارفة تعملي لهم ايه، وما عندكيش غير صدر فرخة بس ومش هيكفي حد. تعالى اقولك على احلى طريقة هتعملي بيها احلى نجرسكو. هتشوفي الطريقة وهتشوفي انتي مش هتكلفك حاجة اصلا، كل حاجة من عندك في البيت، وهتعمل معاكي كمية قد ايه. بصوا، الطعم تحفة، جوسي خالص، طعمها تحفة، ومش بتاخد وقت معاكي خالص، ومش بتكلفك اي حاجة. بصوا، سايحة ونايحة كده زي ما بيقولوا. بصوا انا لسه مطلعاها من النار حالا، بص شكلها عامل ازاي. من صدر فرخة بس عملت احلى صينية نجرسكو. هتشوف الطريقة معايا. بصوا حاجة مش مكلفاني خالص، وهتشبع الاولاد ويفرحوا بيها. بصوا شكلها، بفتحها لكم كده عشان تشوفوا شكلها ولا الوش بتاعها. تعالي بقى نشوف احنا عملناها ازاي. نصلي على النبي كده. يلا نبتدي بقى. هنا هولع النار واجيب طاسة كده. طبعا انا الطاسة مبلولة فهسيبها لما تنشف بس معايا. بصوا هنا هنزل بمعلقتين زبدة او سمنة عادي، بس انا مفضلة الزبدة فيها اكتر يعني. هنزل برضو بشوية زيت. تدوب السمنة بس تسيح وتسخن كده. طبعا انا وطيت النار اصلا عشان السمنة ما تتحرقش منك. بصوا هنا انا كنت مقطعة صدور الفراخ قطع صغيرة يعني مكعبات كده، وطبعا مصفياها كويس وحط عليها فلفل اسمر. هنزلها بقى. بصوا هنا بقى مش هقلبها كتير علشان تاخد صدمة معايا. انا معليه عليها طبعا تاني النار. بصوا دي شكلها بقى، تبقى ان هي تبتدي تحمر معايا، تاخد صدمة. هقلبها بقى انا كده، بقلبها برضو، هسيبها شوية تاخد لون. هنا بقى بصوا بدأت ان هي تاخد لون معايا، لون ذهبي كده. طبعا تخلي بالك منها برضو عشان احنا معلين عليها النار. بصوا تقلبيها وتسيبيها لحد ما تاخد اللون مظبوط معاكي، ترجعي تقلبيها تاني. ثم بدأت ان هي تاخد معايا لون. الزبدة اصلا بتدي لون تحفة في الاكل، بالذات الحاجات دي لما بتديها صدمة، الفراخ الشاورما الكلام دي، في بتديها صدمة يعني لون حلو وطعم احلى. بصوا هنا انا بتاكد ان هي اصلا من التشويحه دي، طبعا متبلاها قبلها بفلفل اسمر وشويه ملح صغيرين، فالتشويحه دي اصلا يعني سوتها معايا كده. الفراخ استوت، بس برضو هشيل الفراخ وارجع احط بقى بقيه الطريقه اكملها معاكم. هنا انا بصفي الفراخ كويس. هنا بقى كان معايا بصلايه فرماها كويس برضو. هنزل في نفس الطاسه اللي انا عامله فيها الفراخ، اتبلها بس كده، يعني ما تحمرش ولا حاجة، تدبل بس. بصوا هنا هحط برضو شوية زيت تاني عشان حسيت ان الزيت شوية. هنا قلبتها كذا تقليبة كده، لونها بس يعني يعني بيصفر بس حاجة بسيطة وتدبل. هنا تفضلي برضو تقلبي فيها يعني ما تسيبهاش عشان ما تتحرقش منك. هنزل بقى قرنين فلفل، يعني كان عندي فلفل احمر وفلفل اخضر بس، اي فلفل عندك متاح. فلفل اصفر واحمر واخضر عادي. فلفل اخضر بس عادي برضو يعني مش هتقفي عليها. بصوا هنزل برضو بطماطمايه كنت بشراها في المبشرة عادي خالص بقشرها، ما فيهاش اي مشكلة. وعندي يعني التذكرة اللي هي بتاعت الكاتشب دي نزلت بيها برضو، مش عايزة احط برضو كاتشب كتير عشان هي مش مكرونة بطماطم، لا، لون بس بتدي ريحة وطعم حلو. بصوا هنا هرجع بالفراخ تاني،
ارجعها بقى تاني في الطاسة برضو، اديها تقلبتين. هنا معايا فص توم كنت فرماه. التوم بنحطه في الاخر عشان الريحة، تستفادي بيه وبريحته وكده. بصوا، بيبتدي ان هي تغلي معاكي كده يعني ايه تستوي معاكي بقى. البصل ينزل كل المية اللي فيه وكده. هنزل بقى بالتوابل: فلفل اسمر، كمون، كزبرة، ملح. هنا بقى نزلت كل التوابل، هقلبها بقى. بصوا، ما تسيش عنها برضو عشان ما تعملش منك، ما تلسعش مني. هنا بقى انا بحط في الاخر خالص جوز الطيب، يعني ببشر ايه حاجة بسيطة كده تدي ريحة جميلة خالص. بصوا، انا بفضل ايدي فيها بتقلبيها كويس. انا بوريكم الفيديو كله علشان يعني من اوله، عشان ما حدش يقول ايه لا ده مسرعة ده كده. انا مسرعة بس مش كتير عشان تعرفوا برضو. هنا كانت اختبرت الفراخ ومستوية كويس. هنا بقى هعمل البشاميل. طبعا انا هنزل بايه، متفقين ان البشاميل قد السمنة والزيت قد ما تحط قد ما بتحط دقيق. هنا هنزل بثلاث معالق بالظبط. بصوا، هم اول معلقتين كانوا ضعاف شوية، فالمعلقة التالتة بقى عشان تبقى ايه متساويين كده يبقى ثلاث معالق بالظبط. وحوالي معلقة زيت، ثلاث معالق سمنة وحوالي معلقة زيت، يعني كلك اربعة. هحط عليهم اربع معالق دقيق. بصوا، ما كملش معلقة كمان زيت. زي قد ما تحط السمنة قد ما تحط الدقيق عشان يطلع معاكي كويس ويعني ايه لا هو تقيل ولا هو ايه خفيف، والمقدار يبقى مظبوط معاكي. بصوا، هنا بس تفك السمنة وهنزل بالدقيق على طول. بصوا، اربع معالق دقيق برضو. بتفضلي تقلبي فيهم كويس خالص لحد علشان ممكن اعمله في الخلاط كله على بعضه، اللبن اعديه على كله، بس هيبقى فيه سنة ان هو ني مش مستوي. انا بفضل الطريقة دي. ممكن يعني اجيب بشاميل جاهز، بس انا ايه عادي ومش متاح اعمله انا في البيت. بصوا، بدأ لونه ان هو ايه يصفر معاكي كده. انا موطية طبعا لان ده ايه وما بيستحملش في السمن. هنزل بقى بكيس لبن، كيس ده نص كيلو. بصوا، افضل اقلب فيه شوية. حاسة برضو ان القوام هيبقى تقيل، فهجيب ايه بعد ما قلبته شوية هجيب كمان كيس. بصوا، يعني كيسين يعني كيلو لبن، يعني الاربع معالق دقيق بياخدوا معاكي كيلو لبن. هفضل اقلب فيهم بقى كويس خالص عشان ما يكتلش معاكي. وانت لو وطيتي عليه النار وقلبت كويس عمره ما يكتل معاكي. هنا بقى هنزل بالتوابل: كمون، فلفل اسمر، شوية كزبرة صغيرين، شوية ملح برضو، يعني نص معلقة كده. بصوا، بس كده هقلب بقى. تقلبي بقى كويس خالص. بصوا، القوام بدأ يتقل معايا وما فيهوش اي تكتلات، يعني حلو خالص، احسن من الجاهز كمان، وهيرمي معاكي كمية كويسة لو انت عاملاها في البيت. بصوا، هنا انا حطيت بابريكا مدخنة، وهحط برضو جوزة الطيب، بتدي في البشاميل ريحة تحفة. بصي، ابشري بس حاجة بسيطة كده. تفضلي برضو تقلبي فيه وانتي انا حطيت ملح، مش معيار ان انا اقولك حط نص معلقة ربع معلقة، لا مفيش الكلام ده. بصوا، حطيت حتة جبنة موتزاريلا. افضل اقلب فيها برضو عشان ايه يعني ايه تسيح خالص كده في البشاميل. دوقي الملح بتاعه قبل ما تعملي بيه. دوقي اي ملح انت بتعمليه، دوقي. ما تاخديش مني ان انا بقولك حط نص معلقه معلقه، مفيش الكلام ده. ممكن انت تحبيه عادي بقى، انا احب ان هو ايه ملحه زياده سن، ممكن انا احبه العكس. فايه دي حاجات حريه زي ما انت بتاكلي. بصي القوام معايا
انا عايزه كده القوام. هو النجرسكو البشاميل بيبقى خفيف كده شويه، يعني مش تقيل. هنا بقى انا هسلق المكرونه. طبعا انا حاطه الميه دي تغلي وحطيت ملح، طبعا ما بحط الزيت. انا ما بحط الزيت هنا عشان اي بشاميل ما تحطلوش زيت عشان المكرونه تمسك في بعضها، يعني مكرونه بشاميل او نجرسكو ما تحطيش زيت. بصوا هنا، وبحط هنا المكرونه سليم تفك بس كده من تحت، وافضل اقلب بقى فيها لحد ما تستوي معايا. هقلبها برضو تقلبتين وما تسويهاش، يعني 3/4 سوا بس، مش ما تبقاش مستويه خالص عشان ما تعجنش معاكي. بصوا هنا انا كده، بصوا بشوفها كده وحسيت ان هي كده مظبوطه معايا. هروح بقى اصفيها. هنا بقى بجيب اي صينيه عندك، بنزل بالمكرونه الاول، وبعدين نص البشاميل اللي انا عاملاه بقلبه بقى كويس. تفضلي تقلبيه بقى كده كويس. انا ما بقى اصل احنا مش بنعمل يعني مكرونه بشاميل عشان احط حبه تحت وبعدين الفراخ او اللحمه وحبه فوق، لا، نجرسكو كده. تقلبي المكرونه مع البشاميل كويس. بصي تشربيه البشاميل. بصوا هنا، وبعدين بنزل بقى بالفراخ. طبعا الفراخ اصلا يعني بارده، بنزل بيها كده على الوش، توزعيها بقى. بصوا هنا بسويها كويس وبوزعها في كل الصينية عشان ما يبقاش فيه حتة فيها وحتة ما فيهاش. هنا بقى هنزل ببقية البشاميل. بصوا بقية البشاميل اللي هو موجود معايا هسويها بقى. وهنا بقى هجيب الجبنة الموتزاريلا اللي عندي. طبعا انا عشان كنت يعني مطلعاها من الفريزر من بدري. بصوا هنا الاول بحط بابريكا مدخنة معلقة كده على الوش، معلقة صغيرة، بتدي لون جميل خالص. والجبنة بقى انا طلعاها طبعا من الفريزر فحاسه ان هي سايحة خالص. بصوا انا بقطع فيها ازاي، بس ايه سايحة كده. احطها بقى اسويها كده. تحط في كل الجوانب وادخلها بقى الفرن. هنا كنت مولعة الفرن قبلها ب5 دقايق كده، بحطها في نص الفرن على الشبكة. وده شكلها النهائي. بصوا تحفة، جربوها ومش هتندموا. بصوا، ومن صدر فرخة بس عملك قد ايه، اولادك يفرحوا بيها. هما بيحبوا الحاجات دي اصلا، اي طفل بيحب الحاجات دي. وحاجة لو ما عندكيش فراخ خالص، بصي لو ورك فرخة وانت خلاتيه هيعمل معاكي احلى صينية نجرسكو. بصوا شكلها ولا الطعم تحفة، وجوسي خالص معاكي. بصوا، ومش مكلفة خالص ومش هتاخد من وقتك 10 دقايق. بصوا طعمها تحفة، تشدك اصلا ان انتي تقومي تعمليها دلوقتي. فمش هتستني اصلا. بصوا انا بفتحها لكم كده عشان ايه تشوفوا ان هي من جوه عامله ازاي، ولا الوش بتاعها مقرمش خالص. ولو عجبكم وصفه النهارده ما تنسوش لايك وشير وكومنت الجميل بتاعكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك.